السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيك في قناة علي حسن في الجزء الخاص بتعليم الفوتوشوب. كان في أسئلة منكم كتير بتقول إزاي أنت بتجيب من على النت إضافات وبتحطها على الفوتوشوب. النهاردة إن شاء الله ده درسنا. الدرس هيبقى بسيط كده وهنطبق على شوية الكتابة اللي عندنا دي. أول حاجة خالص الستايلز. إزاي أجيب ستايلز من على النت أحطها؟ أنا دلوقتي مثلا جبت ملف ستايل من على النت وعايز أحطه بقى دلوقتي على الفوتوشوب. هنعمل إيه؟ هندخل على قائمة edit، وبعد كده هادخل على presets، بعد كده preset manager. هنا بيديك كل حاجة ممكن تضيفها على الفوتوشوب. أول حاجة مثلا أنا عايز أضيف ستايلز أهو، هاجي رايح واقف عليها وهاجي رايح قايل له لود، وهاجي رايح على على المكان اللي فيه الستايل بتاع المكان اللي أنا نزلت فيه من على النت. هتلاقوا الستايل آخرها أو الاكستنشن بتاعها ESL، وهتعمل لود. شايف بتبتدي كلها جاتا. شايف ما شاء الله ستايلز كتير، وتقول له دن. اول ما هتشوفها هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في المكان اللي هو بتاع الستايلز ده. لو ما لقيتهاش هتضغط على ويندو وهتدور على ستايلز وتضغط عليها تاني. تضغط على ويندو ستايلز هتجيلك القايمه دي. طيب انا دلوقتي مثلا بقى عايز اعمل اي ستايل من الستايلات دي على الكتابه. هختار مثلا كلمه زي دي مثلا، اول واحده دي، وهبتدي عايز اطبق عليها الستايل ده. مجرد بس بتضغط مره واحده. شايفين حاجه حلوه فعلا. وبتختار بقى الستايل اللي انت عايزه. طب التاني اهو، وادي اختار كمان ستايل تاني اهو. طب التالت اهو، واجي مختار ستايل تالت. طب نشوف كده الانجليزي هيبقى شكله ايه. لو اخترنا له مثلا ده حاجه شبه كده، نختار اخر واحد. تمام، نختار له مثلا ستايل من اللي تحت دول، حاجه شبه كده مثلا. نشوف شايفين بقى عامل ازاي. حاجه سهله جدا، هتعمل كاستمايز للحاجه اللي انت عايزها بسرعه شديده. طيب تعالوا بقى نشوف حاجه تانية الا وهي الجريدينت. يلا بينا edit presets preset manager. بعد كده الجريدينت هنختار جريدينت او كنترول زائد 3. شايفين الجريدينتس دي عامله ازاي يا جماعه؟ جريدينتس تاني، ركزوا. جريدينتس بعد كده لود، وبعد كده هتيجي رايح على المكان اللي انت جايب فيه الجريدينت، وبعد كده هتختار الجريدينت. هتلاقيها نزلت تحت خالص وهتقول له done. تمام. طب اجيب الجريدينت دي منين؟ هتلاقيها هنا في الجريدينت تول. تختار من هنا الجريدينت اللي انت عايزه اهو. هتنزل هنا مثلا وتقول له انا عايز جريدينت، نطبق مثلا الجريدينت زي دي، حاجه شبه كده. حاجه حلوه فعلا. وممكن مثلا نقلل الاوباسيتي بتاعتها شويه. نقول له اوكي كده، ونقلل الاوباسيتي بتاعتها شويه بحيث ايه، ونعمل تحت منها سوليد كلر. بلاش نيو لاير، هنعمل سوليد كلر كده، وهنقول له مثلا خليها الابيض زي ما هو. تمام، وهنحطها تحت الجلد حاجه شبه كده. ممكن بقى هنا نقلل الاوباسيتي بتاعتها شويه كده. تمام. مش بس كده، انت ممكن تعمل جريدينت على اي حاجه بقى. يعني انت مثلا برضو الكلام ده، يعني انا عايز مثلا علي حسن دي، وهاخدها كوبي اهي، وهشدها فوق هنا كده. مثلا انا عايز اول واحده اللي هي دي، يلا اهي، احطها هنا. مثلا انا عايز اطبق عليها جريدينت من الجريدينت عادي خالص. هتيجي رايح جاي واقف هنا blending اوبشن. بعد كده تشيل بقى كل الكلام ده. خلينا نظبط، عشان نشوف الجريدينت بس، او جريدينت اوفرلاي. وهتيجي رايح مختار الجريدينت اللي انت عايزها من الجريدينتس الجديده اللي احنا منزلينها دي. مثلا شايف بقى شكلها عامل ازاي، وبتشوفها على طول. بتختار جريدينت من دي زي ما انت عايز. لو عايزها مثلا بالاصفر اهوت، الاحمر، الاخضر، زي ما انت عايز. وتقول له مثلا انا خلاص اخترت دي. خدوا بالكم يا جماعه، هنا لو خدوا بالكم يا جماعه، اللون نفسه
اللون نفسه مهم، يعني لون الكتابة نفسها خلوه ابيض عشان الجريدينت يبقى كويس. اهو لون الكتابة نفسه خلاها ابيض، شايفين كده بقى ذهبي اهو. طيب احنا كده عرفنا الجريدينت. طيب يلا بينا بقى نشوف حاجة تانية. edit preset preset manager brushes. خلينا نشوف البراشز دي. خلينا نشوف طبعا لود، بتختار لود وبتروح على المكان اللي فيه البراش او البراشز، وبعد كده بتقول له انا عايز البراشز دي وتقول له لود. نزلت اهي، شايفين قطه وبطه وكلام من ده، وتقول له done. طب استخدمها ازاي؟ بسيطه جدا، بتيجي رايح على اداه البراش تول اهي يا جماعه، اداه البراش تول اهو، وبتختار البراش اللي انت عايزها. انا عايز مثلا الحاجات اللي بتاعت الهالوين دي، مثلا عايز اللي هو الخفاش ده. هنعمل هنا لاير جديده اهي، وانا مثلا عايز احط الخفاش ده هنا اهو، حطيته بس. وممكن بقى تغير لونه، تقلل الاوباسيتي بتاعته، تخفف ممكن تعمله حتى كمان جريدينت، ممكن تظبط ممكن تعمل له ستايل، ممكن تظبط يعني تعمل اللي انت عايزه. ممكن تعمل حاجه شبه كده، ممكن يبقى في الخلفيه وتشده مثلا يبقى تحت، حاجه شبه كده مثلا. هنا ناخد تحت تاني، ناخد اليقطينه دي ونقلل البتاع بتاعها شويه. لا نكبرها شويه يا اخي، نكبر شويه كمان، ماشي. وهتحطها مثلا هنا كده، تمام. احنا كده عملنا الستايلز وعملنا البراشز وعملنا الجريدينت. يلا بقى نشوف كمان حاجة اللي هي اسمها ايه، الاشكال. في هنا في بعد كده يا جماعة حاجات تانية، لو التولز دي لو انتوا عايزين تعملوا تولز وجريدينتس وستايلز وباترن وكونتورز. طيب في هنا بعض الاشكال هنا شوية سواتشز دي يا جماعة، اللي هي الالوان، لو انتوا عايزين تضيفوا الوان برضو تنزلوها من على النت. وفي اشكال، يعني في هنا اشكال اهي، كاستم شيب تول اهو، وممكن تنزلوا الاشكال دي من على النت. ممكن تعملوا مثلا ايه، تيجوا جايين هنا وتيجوا عاملين لود شيبس، والمكان اللي موجود فيه الشيبس اهو، هتلاقوا كل الشيبس دي نزلت حاجه شبه كده. تعالوا بقى نشوفها في فايل جديد. انا واقف اهوت في الشيء اهو، هنا بيقول لك انت عايز تعمله من بيكسل سنتر، اوكي يعني اهو. الجميل في الشيبس بقى يا جماعه ان هي فيكتور، ممكن تكبرها وتصغرها زي ما انت عايز. تكبرها وتصغرها زي ما انت عايز. خد بالكم دي بتتعامل معامله الشيبس، دي شيب، تمام. بس يا سيدي، طب نعمل كمان شيب عشان الموضوع برضو يتضح معانا. حاجه شبه كده مثلا اهو، حاجه شبه كده. زي ما قلنا احنا بنتعامل مع الشيبس دي شبه من اداه الشيب اهو، تيجي راح واقف هنا وبتتعامل معاها كشيب زي ما انت عايز بقى، اعملها احمر اخضر اصفر اسود لو عايز. طيب ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.